أجول بلادا وألتقي عبادا ضاقت بهم الأرض، لتسمح لي الفرص أن أحدث تغييرا في حياتهم، أسعدهم وأسعد معهم. قد لا أستطيع الوصول لكل محتاج، إلا أنني قد ألهم الآخرين ليبدأوا ولو بشيء بسيط، ويكون بذلك قلبي اطمأن. ولك القرار أن تكون مشاهدا أو مغيرا. فما زالت الدنيا بخير والناس للناس. نحن محكومون بالأمل. الأمل كلمة كتب عنها الأدباء والشعراء والفلاسفة وحتى الأطباء. يختلف البعض بتعريف الأمل أو فهمه أو حتى التصديق به، إلا أن ما يتفق الجميع عليه هي تلك اللحظة التي تشعر بها وكأنك أضأت شمعة في ظلمة أحدهم، فخلقت أملا يعيد الروح إلى الجسد من جديد، وأثبتت بأن ما بعد الضيق إلا الفرج وراحة البال. اليوم نساعد علي الزين الذي أرهقه المرض وتكاليف علاجه. بسم الله، نبدأ سعادة جديدة. السلام عليكم، كيف الحال؟ مرحبا، كيف حالك؟ يديك العافية. شو الأخبار؟ بارك الله. الله يعطيك العافية. أنت تشتغل في البنك؟ بنك الصادرات؟ لا. طيب أنا جاي أدور أحول خردة عملة أصرف. أنت ما تشتغل معاهم؟ لا أنا ما شغال. طيب أنت ما عندك فكة؟ لا والله 50 ما في؟ ما في. معقولة بس 50؟ والله ما عندي. زين 10 10 10. ما في. طيب الله يبارك فيك. أنت من هنا من المنطقة ولا؟ أنت من هذه المنطقة؟ أنت داير شنو؟ أنا داير أصرف وأطلع. والله زال الجو عادل بيورد. أنت ما عندك ها؟ أنا ما عندي خلفية عنه. شنو؟ عندك 50 خردة صرف تحويل عشرات ما عندك؟ ما عندك ها؟ طيب خلاص شكرا شباب، شكرا يعطيكم العافية. سوري أنت ولا؟ أنا؟ لا من الإمارات. أنت جاي هنا شو تسوي؟ والله يا أخي أنا جاي مريض. بس ما شاء الله ما فيك شيء، صحتك جميلة. أي نعم، عندي ضيق في الشرايين. حددوا لي عملية. طيب شو صار؟ والله عملية بتعادل 41 مليون و600. الله. والمبلغ ده ما عندي. جيت ناس الجمعية دي اديتهم ورقي، قلت قدموا له مساعدة. شو قالوا؟ والله قال ما أصير الآن صوروا الورق ومسكوه عندهم. بس ما ساعدوك. المبلغ كبير؟ والله 41 مليون. أنت ما تشتغل؟ كيف تاكل؟ كيف تعيش؟ لا الحمد لله. أنا في الغالب عندنا زراعة، بنشتغل زراعة. أوكي. الزراعة بناكل كويسين يعني، ما عندنا مشكلة الحمد لله في الأكل والشرب. أنت الحين راجع المنطقة؟ ما راجع المستشفى. رايح المستشفى. نعم. طيب ولو ما وفروا لك الفلوس شو راح تسوي؟ والله ما أسوي حاجة، والله ما أقدر أسوي شيء. ما عندك أي حل ثاني؟ والله ما عندي حل، والله ما عندي. أهلك أصحابك؟ والله ما في، والله حولوا لي من عندي 4000. سبحان الله. من 41. سبحان الله. بس أنت مؤمن برب العالمين؟ والله مؤمن، والله الحمد لله. مشكلة بس المشكلة. الله يبارك فيك، الله يعطيك الصحة. طيب لا ما يحتاج تجيب الورق، والله انا مصدق يا حج، والله مصدق. بس سبحان الله يمكن رب العالمين يفرجها لك في اي ساعه، وانت مؤمن في هذا الشيء. نعم. صحيح؟ نعم. طيب هذه الورقه اللي يسجل فيها هذا مبلغ العمليه كم.
يا سبحان الله. الله يبارك فيك، وربي إن شاء الله يردك للبيت سالم، وهذا فضل من رب العالمين. سبحان الله. الله يبارك فيك. الله يبارك. الحمد لله. الله يعطيك العافية. شكرا. سامحنا. الله يكرمك. الله يبارك فيك. شكرا. بارك الله فيك. في السودان تشير الإحصاءات إلى زيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب لتصل إلى 20%، في ظل قيود تفرضها التكاليف العلاجية الباهظة التي تصل إلى أكثر من 120 ألف جنيه للعملية. يوماً بعد يوم يتزايد عدد الأشخاص الذين يقفون في صفوف الانتظار لتلقي العلاج. تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يصل الوفيات بأمراض القلب حول العالم في عام 2030 إلى 23 مليون حالة وفاة. إن بادرت بإنقاذ حياة واحدة على الأقل، تكن قد أنقذت أسرة كاملة. حين أعطي دون أن أدري لمن، فلا مقابل أرتجي منهم ولا حتى ثمن. ذقت السعادة حينها روحي سمت بعطائها، قلبي اطمأن. عش في الحياة مسافرا، دم للسعادة ناشرا، لا شيء يبقى كما ترى إلا بما قد تذكرا، كن خيرا. عش في القلوب مبادرا، كن ملهما ومؤثرا، لا شيء يبقى كما ترى إلا بما قد تذكرا، كن خيرا. حين أعطي